السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد يقول لزوجته صلحي لي فتة اشتي فتة اليوم. قلت له ما فيش دقيق. قال مالي صلحي لي قراص طيب مالي خبز خبز طاوة. قال ما فيش دقيق. قلت له قال لي طيب مالي صلحي لي حتى خبز ما في. قلت له ما فيش دقيق. قال خلاص طيب عصيد الله هي ما خلاص الله يجيب عصيد بس. قال ما هو الخبر أقول لك ما فيش دقيق. قال خلاص هي معانيش حاجة جيبي لحوح وباس صلحي لحوح وباس وانتهى الكلام. ما هو الخبر لحوح تش عادك لحوح. قلت له عادك تش لحوح قالوا ما فيش دقيق قال لحو. ما هو الخبر هذا حقك ما فيش دقيق قال لحو. هذا هو المثل ما فيش دقيق قال لحو. مثل ثاني يقول ما تنفع الرقاصة إلا رجله. ما تنفع الرقاصة إلا رجله. إيش معناته هذا؟ ممكن تنفعك رجل حق واحد ثاني ولا تنفع الرقاصة رجل واحدة ثاني؟ لا، ما تنفع الرقاصة إلا رجلها فقط. يعني أنت ممكن تستغل إمكانياتك الجسمية ولا العقلية وكل هذا وتستفيد منها صح بتنفعك. فمعك عمل اشتغل بنفسك، معك تقضي حاجة اعمل بنفسك، تشتغل تحقن تبتل تحرث تشقي تطلب الله تعمل في نفسك بيدك وبرجلك أما إنك تعتمد على الغير فالغير أحيانا ينقص في بعضهم تمام، لكن غالبا ما يعمل كما تريد يعني بالضبط. ولذلك يقال إيش ما تنفع الرقاصة إلا رجله.